حشو القاروص مدفون في الملح الناعم، وهقول لكم على الطريقه الحلوه بقى للمشوي مدفون في الملح الخشن. وبص على منظره وقرب، بيتقشر معايا بسهوله، واللحم بتاعه عامل زي الزبده وطعمه خيال يا جماعه. شويته في صينيه بالطريقه دي. هنحضر مع بعض كده 3 قاروصات موجودين بالحجم ده كده، ومعايا الصينيه ومعايا الملح ومعايا شويه ميه او بياض البيض. بقول لحضراتكم ان الحكايه حلوه. يلا مع بعض كلنا كده نتحمس ونبدا بذكر الله والصلاه على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. واول حاجه بالله عليكم نبداها كده ان نحط لايك للفيديو ده. اختيارنا للقاروص عشان هو من افضل واطعم الاسماك اللي بتتشوي مدفونه في الملح، خصوصا لما يكون بالحجم ده كده ويبقى فريش وطازه. لا هياخدك لحته تانية وهيساعدك كتير قوي في التسويه، هيكون سهل معاك وتقدر تطلعه من الملح بسهوله. يلا بينا كده نشوف هنعمل ايه. هاتوا ورقه وقلم واكتبوا المقادير اللي انا هقولها ديت بالظبط ورايا، عشان لما تيجوا تجربوا الطريقه ديت وتعملوها انا منتظر رايكم في التعليقات ضروري. الناس اللي مش هتقدر تشتري القاروص بالحجم ده كده ممكن نجيب البوري او الدنيس او البياض اللي موجود عندنا شغال وما يتقشرش يا جماعه، سليم زي ما هو. الاول شوفوا انا عملت ايه قبل ما امليكم المقادير. انا حطيت على الملح الناعم اللي عندي شويه ميه بابيلو عشان يبقى عامل زي الرمل المبلول معايا، وبعد كده هحط طبقه ملح في الصينيه وفوق منها القاروص زي ما هتشوفوا دلوقتي. يلا برضو اكتبوا معايا كده المقادير اللي هتكتبوه عندكم دلوقتي غير اللي هتشوفوه في الفيديو، يعني انا بمليكم الصح والمقادير الاصليه. هنجيب سمكه كبيره، ركزوا معايا بالله عليكم، المقادير اللي هتكتبوها ديت تخلوها عندكم وتعملوا بها السمك اللي انا هقول عليه ده. سمكة كبيرة يعني معدية نص كيلو، 750 جرام، ولو كيلو شغال. وانا قلت السمكة الكبيرة عبارة عن ايه؟ بوري او قاروص او بياض. في ناس مثلا هتقول لي دراك، هقول لك شغال. لو عندك دنيس بلطي اعمل يا باشا زي ما انت عايز، ولكن الافضل بالترتيب: القاروص، البوري، البياض، الدنيس. في ناس عايزه تعمل مثلا سمك البحر زي الشعور او الناجل او الكلام ده كله، احنا عملناها قبل كده، بس ركزوا معايا واحده واحده. انا بحط هنا الملح الاول وبضغط عليه بايديا عشان الملح بتاعي يبقى متماسك في الصينيه. وبص بقى على الطبقه اللي موجوده، هي ديت الطبقه اللي انا عايزها كده تمام. هنبدا بقى نرص القاروص وفوق منه الملح اللي موجود معايا. نكمل بقى المقادير بتاعتنا. قلنا سمكه من اللي موجود عندنا، البوري او القاروص او البياض شغال، سمكه واحده يعني. هنحط معاها كيلو ونص ملح. كيلو ونص ملح ايه؟ ملح خشن. و3 حبايات بيض، هناخد منهم بياض البيض. وهنجيب كزبره خضراء، هنفرم كده ربع كوبايه تمام. وهنجيب روزماري، هناخد معلقه كبيره يعني، بس اهم حاجه يكون طازه. ولو عندنا زعتر الاخضر يعني لو موجود عندكم يبقى ربع كوبايه، يبقى كده زي الفل. طيب الجنزبيل لو موجود هناخد معلقه كده نبشرها وهو طازه، يبقى عندنا معلقه جنزبيل كمان، و4 فصوص توم. ونعصر على الكلام ده كله ليمونه، ونضيف المكونات دي كلها على الملح ونقلب لما يصبح معايا الملح الخشن زي الرمل المبلول. تعالوا بقى ركزوا معايا في الخطوه ديت. انا بعد ما غطيت القاروص بتاعي بالملح من فوق ومن تحت وضغطت على الملح كده، وعملت فاصل ما بينهم كده بايديا يعني عشان ادخل الملح ما بين السمك عشان ما يلزقش ببعضه، هغطيه بالسيلفر بالطريقه ديت كده. وبعد كده ممكن ندخله الفرن بقى على درجه حراره 180 درجه، وهنولع فوق وتحت ونسيبه لمده نص ساعه ونطلعه، هيبقى زي الفل قوي. انا هنا محتاج الفرن عندي، بدخل فيه سنجال وحاجات زي كده. بحط الصينيه فوق ظهر الشوايه لمده نص ساعه، وبعد كده بدخلها الفرن شويه واطلعها. بص بقى كده تعالى اهو، الملح الخشن غير الملح الناعم. طيب احنا بعد ما حطينا المكونات يا شيف رضا على الملح الخشن واصبح معانا عامل زي الرمل المبلول، هنعمل ايه؟ بنسيبه لمده نص ساعه، وبعد كده بنجيب الصينيه بتاعتنا ونغطي بقى السمك اللي موجود، سواء كان بوري او دنيس او قاروص، بنكمره كده في الملح ونغطيه كويس، ونغطيه بسيلفر، وندخله الفرن على درجة حرارة زي ما قلنا 180. وحركة السيلفر ديت مش مهمة يعني، لو عايزين تعملوها شغال، مش عايزين تمام. في حركة تانية ركزوا فيها قوي، احنا ممكن نجيب ورقة زبدة ونحطها على الصينية قبل ما نحط الملح. يبقى الصينية الأول وورقة الزبدة، فوق منها الملح، ونضغط عليه بإيدينا
وفوق من الملح السمك، وبعد كده بنغطيه بباقي الملح اللي احنا حاطين عليه الايه، المقادير بتاعتنا اللي موجودة. واتفرجوا على الجمال يا جماعة. ليه بياض البيض؟ عشان تقدروا تطلعوا السمك من الملح ما يلزقش، لما تيجوا تكسروه كده يطلع بسهولة. هنا بقى لما قعد في الفرن لمدة ربع ساعة مثلا، اهو بص بتكسر ازاي، شايف؟ بياض البيض هيفرق كتير قوي مع حضراتكم. اما انا هنا اخترت السهل، اهو بص شايف. بس اهم حاجة تركزوا وانتوا بتطلعوا السمك بتاعكم عشان ما يتهريش. بتكسروها كده باحترافية. احنا عملناها قبل كده في السيلفر بورق الزبدة وكل سمكية ملفوفة، وكانت الطريقة حلوة. اكيد في ناس منكم اتفرجت على الفيديو ده. ركزوا معايا بقى انا بعمل ايه بحذر، وببدأ اكسر السهل اللي معايا. اهو بص بطلعها بتطلع معايا بسهولة، واحدة واحدة ما نستعجلش. اهي بالمقطع او بالسبتيول، سكينة موجودة مع حضراتكم، اخلوا بيها واحدة واحدة هتطلع. طيب في ناس هتقول احنا عايزين نفتح بطن السمك. لو فتحنا بطن السمكاية سهل جدا ان الملح يخش للحم بتاع السمك. عشان كده لو احنا عايزين نشيل الاحشاء اللي جوه، يبقى من عند الخياشيم بندخل المقص بتاعنا ونلفه كده في الخياشيم، ونسحب الخياشيم بالامعاء اللي جوه، بشرط ان السمكية تفضل مقفولة. وادخل الفرشة كده او اي حاجة يعني احاول اغسلها من الداخل، واديلها من المكونات اللي انا عملتها، اللي كان فيها التوم والكزبرة الخضراء والروزمالي والزعتر والجنزبيل والليمون. نحشيها يعني من بطنها. طبعا ما بنحطش اي توابل ولا اي ملح في التتبيله اللي هندخلها في بطن السمكايه، هي معموله كده مع نفسها بالملح، يبقى زي الفل، مش هنضيف اي حاجه تاني. اهو بص طلعتهم التلاتة. شايفين الصينيه؟ ده الملح اهو خلاص بنستغنى عنه، ما عادش ينفع لاي حاجه. تعال بقى اوري لك السمك وشوف المنظر الجميل. الرز الابيض وكفى، شويه سلطه وخلاص، وعلى كده مع ليمونه لو عايزين، مفيش يبقى زي الفل. طيب لو عجبنا الفيديو بالله عليكم ما تنسوا تقولوا لي رايكم في التعليقات، وشاركوه للغير. عايز كل الناس تستفيد وتعرف الطريقه ديت فيها معلومات حلوه، وقلت المقادير كلها بالتفصيل، مش باخل عليكم حاجه. فما تبخلوش عليا بالله عليكم باللايك ومشاركه الفيديو. وان شاء الله هقدم لكم طريقه تانية مختلفه لطريقه السمك المشوي مدفون في الملح. بص تعالى، شايف؟ الله، يا سلام على الجمال والروعة. قمة يا جماعة السمك بالطريقة دي. اشوفكم على خير، دمتم في امان الله. السلام عليكم.